خالي رزامر مقطع جديد. اوكي. قلت اليوم اريد اخذ لي فرع على انستغرام واشوف البلاوي السوداء، بس الصراحه بس التيك توك احسن من الانستا، لان التيك توك له قوانين مو مثل الانستا عباره عن ديب ويب، بس انستغرام الصراحه. فيا اعزائي حضروا مشروباتكم اكلكم، اليوم راح نبدي حلقه فرع انستغراميه، فجيب اقف دقيقه. ما عجبكم هذا الانترو؟ طيني الانترو الثاني. هذا المقطعين سويت ردة فعل الشخص، قلت اكيد انه راح يتوب بعد ما راح يسويها، بس المفاجأة كبيرة سوى وعاندني. بس احنا نقول يا اخوان يمكن ما شاف الفيديو مالته وقام يسوي. على العموم خلينا نشوف الفيديو ماله. واحد بالحرب والله صدق رايه صرنا لا حول ولا قوة الا بالله، فعل الله ما شاء. بس المشكلة هسه انا اذا اجيب طفل اقول له هذا الشيء لا تسوي، مشكلة يسويها، بس راح نعطيه فرصة اخيرة انه بالكد يشوف الفيديو ويتوب. خلينا نقومز على غير فيديو. هاي الاضرار اللي قاعد تصير بذاك البرنامج، هاي مثل ما قاعد تشوفون هاي كلها على مود الفلوس. يعني مثلا انا نزلت حلقه وجا دعمني همين اسوي صراحه يأسفني انه المرأة انه تسوي هيجي على مود الشهرة وعلى مود المال، بس انا اقول معقول ان الناس تستصغر بكرامتها على مود الشهرة؟ ما اعرف الصراحة، ما ادري انه هن مخابيل، بس انا اعرف انه الامر انه هي تكون اساس المجتمع وتعلم الاجيال البقية. صراحة انا ما راح اعتب، راح اتخطى هذا الفيديو. ما شوي بي تي اس ولا يقولون انت تشبه البي تي اس، يعني من جماعة بي تي اس يعني. نعم هذا يا حمار قال لك انت تشبه البي تي اس ما اعرف شو اسمه. بس اول شيء اريد اعطيك معلومه، هم اسمهم باتاس مو بي تي اس. باتاس بي تي اس يعني من جماعة بي تي اس يا اخوي، اسمهم باتاس، جماعة بي تي اس اسمهم باتاس. يا ابوي تريد تتضارب؟ لا حد يجينا بالتعليقات والله لا تحكي عليهم هذول البي تي اس، هم اسمهم باتاس، مو مثل هاي تجي بالتعليق تقول لي انت ليش تحكي على باتس. ترى كلش عادي واحد يحب شخص، وهسه يمكن انت تحب كرة القدم. ضربتني ضربة القاضية من قالت اني ارمي. اول شيء انا من اتاثر بشخص مو الا لاعب او مو الا مغني، اول شيء تكون له سوابق او كاريزما او شخصية او عنده جمهور هواي. هسه انا اتزوج ويجيني ابن واتعب عليه سنوات واخر شيء يسمع بي تي اس للبرزق بدون نقاش. نو بدون نقاش ابد، فعل الله ما كان اعظم. يا ابوي سان دخني بيك موضع، خلي اشوف لي غير مقطع. اعوذ بالله، بس هذا ولد بنيه ما افتهمت. بس انت قاعد بامان الله قاعد تتفرج هذا الفيديو يطلع لك الكوكب قاعد يخرج عن السيطره. صراحه ما اعرف شو اعبر بداخلي، بس خلي اشوف لي غير مقطع، لان اليوتيوب يخافون على ذولاك الجماعه. غسالة ايدي من الشعب. غير مقطع. تقولون قلبها طيب، اوكي فقيرة وحبابة لا حياتي. تظهر اللعب الجديد، قبل لا تتغدون نتعشى. شنو هو؟ قبل لا تتغدون نتعشى. بس الامثال قاعد يدقون يلطمون على صفحه. احنا من ورا بني لازم نغير اللغه العربيه رجاء، حتى لو نحكي باكستاني هنود همينا ارحم، بس ما راح اظلمها، لازم اشوف لها مقطع ثاني. وانت قصدهم ولا يا ولا اللي عادينا يلا يا ولد، يلا الدول البقية يا تعال احتلونا يلا. وانا اقول ليش العراق وضع مكركبه؟ بنين غيرنا اللغة وغيرنا كل شيء، رجال العراق نريد ابو سيدي شوف العراق. صراحة انا احب اشاق يا بنين، بس رجال نعوف العراق. انا احب اشاق وياش كل شيء ولا العراق يروح، لازم اشوف لي غير مقطع. الصراحة شفت لي فيديو حيل استفزني وقهرني بنفس الوقت، انه شيء ما يصدق العقل وراح يشوف لكم اياه، بس هذا استهزاء للموتى، وهذا الشيء يعني مع احترامي الشديد بس ما عندي احترام لكم، راح اشوف لكم اياه. انتوا نايمين واحنا نمشي، انا قاعدة وانتوا نايمين. صراحة ما أعرف أعبر اللي بداخلي من أشوف هيك مقطع، إنه تستهزئ بالميت، تحكي عليه، حرمة الميت وين؟ بس أنت راح تتحاسبين أشد الحساب بيوم القيامة. بس أنا أعتب على الأهل لأن قلة التربية ما هي المشكلة. ما أقدر أتعمق بالكلام لأن تعرفون اليوتيوب يحاسب على هيك أشكال، فراح أشوف لي غير فيديو أحسن. حيالنا شنو هذا؟ معقول أنا قاعد أشوفه؟
انا اعرف الواحد يتعب على روحه يطور من نفسه، لا اعرف الواحد يسجل بالقاعة يربي جسم. بس شهاب غير الماكينة وخلاص. دم يا رجالة استمر. خلينا نشوف اخر مقطع نختمها. بس المشكلة اخاف اقول لك دايوث تزعل، اقول لك قوات تزعل. يعني معقول هالدرجة وصلت بيكم على مود الترندات وعلى مود الفلوس تسوي بيكم هيك؟ اقسم بالله عندي حكاية اذا احكيها احتمال يقفلون القناة ويكلبشوني. بس اذا عجبتك الشهرة والطشة على مود تستعرض الجسم، تعال هديتك يمي القرون موجودة، وهذا حسابي الانستا موجود بطريقكم يا ولد ضيفوا حسابي. تمام. المهم هنا راح انهي الحلقة، وما اوصيكم بعد اشتركوا بالقناة وشاركوا المقطع، واشوفكم مقطع جديد. كان وياكم اخوكم رزايمر، مع السلامة. زد المقطع ولك عونا على هالقناة، ولا تنسونا بلايك والاشتراك، وشوفوا آخر المقاطع. أحبكم.